السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم غريبة باللوز، كتجي معلكة وكتجي لذيذة، كتجي في شكل زوينة وفي المذاق بنينة. نتمنى تعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناة اللي ما مشتركش. شكرا لكم على الدعم. مروا على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. انا خديت هنا كيلو ديال اللوز، تقدروا ديروا نفس الكمية. انا خديت هنا كيلو اللوز اللي طيبت الماء درتو تغلى ورميت فيه هذاك اللوز، حيدت له القشره ديالو، خليته غير 5 دقائق في الماء وحيدت له القشره ديالو ودرتو ينشف ليله كامله. من بعد ما نشف هذاك اللوز غنديرو هكا في الماكينه ديال الطحين، وغنضيف له 3 الكيسان ديال سكر سنيده، وغادا نطحنو. يعني ما نطحنوش بزاف، غير يعني بقى شويه مهرمش، يعني بقى شويه يبان ليا اللوز باش يجيني اللوز باين في غريبه. ما نطحنوش اللوز بزاف، يعني يكون على هذا الشكل. يعني من يكونوا نمضغوا الغريبه نحسوا بان فيها اللوز بحال هكا، تكون شويه مقرمشه، تجينا شويه مقرمشه. صافي من بعد ما طحنت هذا اللوز، يعني تقدروا تقسموه على جوج يعني على قسمين. يعني تقدروا ديروا مثلا اللي عنده كيلو يطحن نص كيلو بنص كيلو مع نص كمية السكر، باش يطحن لكم مزيان. انا عندي الماكينه كبيره درت الكيلو كامل. صافي من بعد ما طحنت اللوز غادا نبدا نضيف المقادير الاخرين. عندي هنا واحد القشره ديال الحامضه، المذاق ديال الحامض كيتواتى بزاف مع اللوز، كتجي لذيذه هاد المعلكه بمذاق الحامض. كنضيف القشره الصفراء حكيتها وكنضيفها، وكنضيف هنا 2 معالق ديال العسل، معلقه كبيره 2 ديال العسل اولا الجليكوز اللي توفر عندكم. وغنضيف هنا 4 المعالق، بنفس المعلقه كنعبر 4 المعالق ديال الزبده. وبالنسبه اللي بغى يدير نصف الكميه غيدير معلقه العسل 2 معالق الزبده يعني تقسموا المقادير على نصفين. غنضيف هنا واحد رشه الملح باش تعادل لينا الذوق. غنضيف هنا واحد الخماره ديال الحلوى، يعني من وزن 11 غرام، وغنخلط هاد العناصر نخلطهم مزيان. وغنضيف هنا 2 معالق كبار ديال المزهر، وكنبقى كنجمع الغريبه ديالي بهذا الشكل. يعني غنخلط مع هذوك العناصر تدخل فيها ديك الزبده وداك المزهر وهداك العسل، وغنبدا نضيف البيض. انا هنا ضفت 2 ديال البيضات كاملين، كيف ما تقدروا تضيفوا 4 ديال الصفر وتحتفظوا بالبيض. يعني لكم الاختيار، يا اما 2 بيضات كاملين يا اما تحتفظوا بالبيض، لان غنحتاجوه باش نفندوا فيه الحلوى. تحتفظوا بالبيض وديروا 4 ديال صفر البيض، او لا ديروا 2 بيضات كاملين. انا هنا درت 2 بيضات كاملين، يعني كفاوني باش جمعت الحلوى ديالي، جمعت الغريبه كيف ما كيبان لكم في الفيديو. صافي كنبقى كنجمعها هكا، كندلك ديك الغريبه، يعني ما كندلكوهاش بزاف غير باش تخلط لينا. صافي دغيا دغيا كتجمع. يعني هاد الحلوى ساهله الصراحه وكتجي زوينه، كتجي بنينه. حاولوا نخلطوها مزيان تتولي على هاد الشكل. صافي كتبان لكم بان العجينه رطبه، يعني ماشي قاصحه. صافي كنبداو كنشكلوا العجينه ديالنا. صافي كيف ما كتشوفوا راهي كتشكل بكل سهوله. غناخذ هنا شويه ما زهر باش ندهن اليدين ديالي، وخديت هنا 2 ديال البيض البيض وضفت ليهم واحد شويه ما زهر باش ما تبقاش ديك الزفوره ديال البيض، وغنخلطهم مزيان. وغناخذ هنا اللوز كونكاسي
وغنبدا نشكل الغريبه ديالي. انا درت كل وحده فيها 20 غرام، تقدروا ديروا 19 ولا 18، كل واحد كيفاش كيبغي الشكل ديال الغريبه. كاين اللي كيبغيها كبيره، كاين اللي كيبغيها صغيره، لكم الاختيار. صافي كنكورها هكا وكنغطسها في داك بيض البيض، وكنعاود نفندها مزيان في داك اللوز كونكاسي. يعني من الاحسن ديروا هاد الطريقه، تكوروا العجينه كلها باش ما تبقاش تلصق لكم يديكم في اللوز. وهذا تكوروا العجينه كلها، وعاد باش تبداو كتفندوها في البيض البيض ومن بعد في اللوز كونكاسي. صافي كنبقى بهاد الطريقه حتى كنكمل الغريبه ديالي كلها، كنفندها في بيض البيض وكنفندها في اللوز كونكاسي. وانا كنشكل فيها كنكون شعلت الفران يسخن، شعلته كيسخن على 180 درجة من الفوق ومن التحت. صافي هنا من بعد ما ساليت الغريبه ديالي وشكلتها، كنغرس فيها هكا واحد النصف ديال هذيك حب الملوك، يعني كنقسمها على جوج وكنبقى نغرسها هكا في الغريبه. كيف ما تقدروا ديروا فيها حتى لوزه، غير هو داك هاد الحب الملوك مع هو احمر، والغريبه عندنا يعني يعني بيضه كلها كتجي زوينه، داك الحموره مع داك اللون هكا كتجي زوينه. صافي وكندخلها للفران اللي سخنته من الفوق ومن التحت على 180 درجه. كنخليها تقريبا واحد 15 دقيقه غير كتجمع، لان ما فيها حتى شي حاجه غير داك البيض كيطيب. صافي وكنخرجها، واخا تبان لكم شويه رطبه ما تخافوش منها لانها كتنشف وصافي وكتولي كتجمع وكل شيء. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالي من بعد ما وجدات. نتمنى يعجبكم الفيديو وتجربوا الغريبه وبالصحه والراحه.